بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير. جبت لكم الديول ولا الخطفة ولا ورق البوراك. جبتهم لكم بطريقتي، بطريقة أي يعني ربة بيت تحب تتعلمهم، ولا هروحي حبيبتي نعتهم لك بطريقة سهلة ومبسطة، بلا سنيوة تاع النحاس، بلا بالكريبيير. وانتي درتي شوف الله يبارك، يدك تبان ملاح هايلين. اللي تحب تبيعهم تاني تقدر تخدمهم هكا في الكريبيير تاني وتبيعهم. المقله انايا معتمدتهم في المقله، عندي السنيوه والمقله يعني مسهله عليا نطيبهم في المقله. مره جاي ان شاء الله لعتو مهتمات باذن الله نزيد نديرهم لكم في السنيوه تاع النحاس. نبداو على بركه الله. عندنا الدقيق من الساشي عادي، ديري الدقيق الرطب تصلح. بصح الدقيق هذاك المتوسط ما تصلحش به. انا هزيت من الشكاره الدقيق المهم، نوعيه جيده. العجينه تاع الديول نسحقوا لها غير الملح والماء، هذا مكان الماء يكون شويه دافي، نبلو العجينه تاعنا تكون شويه طريه. انا النوعيه تاع الدقيق اللي خدمت به هو السيده او جا جديد، يعني اول مره نشوفه، بصح لقيته هايل يبان لي تاع تبسه، الله اعلم تاع تبسه. نوعيات جيدة، كيما قلت لكم تقدروا تخدموا بالدقيق الرطب، بصح المتوسط لا. بليت العجينة تاعي ندخلها برك هكا شوية في بعضها، تكون شوية طرية، وكيما قلت لكم ندخلها برك هكا شوية في بعضها، نحطوها في كيس بلاستيكي. اللي تحب ترنخ هذاك الكيس بلاستيكي ولا الساشي هذيك، ترنخها بشوية ما سخون، وتفرغ هذاك الماء منها، وتحط هذيك العجينة تاعها، راح تساعدها وتطرى اكثر واكثر. شوفوا حبيباتي، نديو نجيب هكا شويه برك ونحطها تركح ولا ترتاح. هنايا على قد ما ترتاح على قد ما راح تسهل لنا يعني وتطرى. شوفوا يعني الدقيق ما شاء الله راهو يديك يعودوا يرجعوا، انتي تجبديه وهو يرجع، يعني فيه العلك كيما نقولوا، يسخف. باه تصلح لكم لازم يكون الدقيق اللي فيه العلك. شوفوا الكميه هذه، انا درت لكم ديجا فيديو تاع السفنج، راني هذا هو اللي ديت منه العجينه. عجنته ومن بعد وليت قسمت العجينه نص، لقيته راح يجيني كميه كبيره وجايني ضياف في هذيك. وليت قلت استنى زدت له تسمى اللي ما شافتش الفيديو تاع السفنج تروح برك تشوفوا، وجا ما شاء الله ما شاء الله هذاك السفنج. نعجن هكا برك بلا ما نقطعو كيما على بالنا كامل، ولا اللي ما على بالهمش مبتدئات. العجينه تاع الديور ولا ورق البوراك، ولا حنا كيما قلت لكم نقولوا لهم الخطفه في قسنطينه، ما نقطعوهاش لاباط، ما نقطعوش، نعجنو نديو نجيبو واحد 10 دقائق ولا فوتو شويه، ونبداو نزيدو في الماء ما نزيدوش دفعه واحده، نزيدو هكا تدريجيا، نبلو برك يدينا ونعجنو باش تولي لاباط ملسه. العجينه تاعنا لازم تكون ملسه معجونه مليح. لو كان نروحو طول نصبوا الماء وهي مش معجونه، راح يبقى فيها دوك الحبيبات نتاع الدقيق، ومن بعد الخطفه تاعنا ما تصلحناش، ما تجيناش كيما نحبوا، نتيجه ما تجينا، ما تكونش يعني كيما حابينها. هكا نبقى برك نبل يديا، ندي ونجيب حتى تطرى لاباط نتاعي. انا راني مسرعه شويه الفيديو خاطر راح تكون شوي طويله. كيما قلت لكم واللي مهتمه المره الجايه باذن الله ندير لكم في السنيوه تاع النحاس. راني عندي كانت برك مانيش ملصقتها في داك الكرياج، لصقتها في الكرياج باذن الله ندير بها، يعني الكريبيغ راهي ساهله خلاص. الفرق بين العجينه تاع اللي ديروا في المقله ولا واللي ديروا في السنيوه، تاع المقله تكون طريه شويه على تاع السنيوه تكون حاكمه روحها. تاع السنيوه تاع النحاس تكون حاكمه روحها على تاع المقله. شوفوا حبيباتي، هكا ندي ونجيب بهكا بكفوف اليدين، ندي ونجيب. هذه هي يعني سهلة يعني وباين في الفيديو. ان شاء الله برك نلقى يعني تجاوب منكم، نلقى يعني ليجام، نلقى ما تبخلوش فضلا وليس امرا. شوفوا حبيباتي، هكا ندي ونجيبو. شوفوا حبيباتي، كيما قلت لكم انا والله ساعات كي نكون هكا مانيش قاعده ولا تعجنها بنتي، يعني سهله، طفله هكا تاع 12 13 سنه، اعطيها تقعد تعجن هكا، تدي وتجيب تنقص عليك شويه التعب. على بالنا بلي العجين هي يعني يتعب شويه. اللي تحب ديرها على قداه
يعني قداه اليوم تقدروا انا نخدم كونتيتي كبيره. شوفوا هنايا يعني كيما شفتوها في المقطع، خليتها غطيتها هكا بالساشي وغطيتها بالباتينه. شوفوا كيفاه طرات. كل ما تخليوها ترتاح راح تزيد تطرى، يعني شغل راكو كنتو تعجنوا فيها. غطيوها برك بهكا بالنيلون، ما تخليوهاش الهوا. شوفوا كيفاه طرات، شتوها كيفاه طرات. كيما قلت لكم ديروا كميه كبيره. انا ندير هكا كيما هنايا قبل ما نقسمها، يعني ندير كميه كيما هكا ونحطها في الفري. انني هنا كيما قلت لكم كي عن بالي جايني الضياف قسمتها على النص، ووحده درت بها اكو شفتوه بالك في الفيديو السفنج، ووحده كملت بها ورق البوراك. نخبيها في الفريجيدار في باط مقفول. دوك تشوفوني كيف نخبيها في بورطمونجي مقفول، ونقعد نجبد من الفريجيدار ونخدم. بعدا في الكريبيير ما نخافش منها، راح كل يوم تزيد تطرى لي عادي، انا ما نخافش منها. يعني والفتها حتى بناتي يعرفوا يطيبوها في الكريبيير تجيهم سهله. شافوا هنا تحبسوا في العجن والسقيان كي تعودوا رايحين طيبوها مع تزيد من بعد تركح ولا ترتاح راح تزيد تطرى. كي تعودوا رايحين طيبوها في السنيوه خليوها شوي حكمه روحها. شوفوا الدقيق ما شاء الله، شوفوا كيفاه كي القطن يعني رايح البيوضه. شوفوا هنا كيفاه الفقاعات هذوك، نعرفوا باللي الدقيق نتاعنا يعني تعجن مليح، ولا العجينه تاعنا تعجنت مليح. شوفوا هكا ندير الماء ونخبط هكا. شوفوا خرجوا الدمار اللي في قلبكم، خرجوا في هذيك العجينه مسكينه. شافوا الفقاعات كيف يديروا. هنا راهي معجونه الله يبارك. تزيدوا تحطوها يعني في المرحله هذه تحطوها في هكا في بورطمونجي، تقفلوا عليها، حطوها في الفريجيدار ولا دوكا هاو البرد فوق البوطاجي ولا المهم في الكوزينه. تركح لكم واحد الساعه ولا ترتاح برك، تبداو تخدموا عادي في السنيوات تاع النحاس ولا دوكا قداه وحده يديروا في هذوك ليمو اللي يقصدروهم برك، ولا هذوك الطاجين هذوك تاع الحديد اللي تاني عادوا يقصدروهم. يعني سهله العمليه تاع التقصدير هذاك تاعهم، يحكموه برك هذاك الخزم، يحكوا بالايزيس ومن بعد يوليو يشلوه مليح يمسحوا. يعني شفت مره واحده السيده في فيديو دارته من قبل، يعني قداه نسنا دوك ملي شتو تبقى تغسل فيه بالخزم تحك وبعد تمسح بالبابي اسويتون يديروا له الزيت يولي ما يلصقش على الكيف. يعني كل وحده وحده دايرتها في ببوطه تانية، دوك البابطه دوك الثقال هذوك تاع الكبار هذوك شويه، مقلبتها على وجهها فوق الطابونه وطيب. يعني كل وحده المهم يعني هم حراير، كل وحده تفكر وتخدم على روحها. ربي يعاونهم وربي يوفق كل وحده يعني اللي يعود قدامها سوبرات. شوفوا هنايا انا اللي مازلت كيما قلت لكم انا نسحقها شويه طريه، الكريبيير لازمها تكون طريه. شوفوا ونخبط. شوفوا واش حنقول لكم، تخبطوا تشبعوا فيها خبيط هذيك العجينه. شوفوا باه تتحصلوا على النتيجه، يعني تبان لكم واعره بصح كيما قلت لكم باه تجيكم سهله ديروا كميه تاع 3 ايام ولا، وحطوها في بورطمونجي كل يوم جبدوا بشويه برك وطيبوا. نقدر نطيبها ونخبيها في الكونجيلاتور. حطوها برك هكا محلوله يعني في لي ساشي تاع الكونجيلاتور في بلاطو، وخبيو كل 4 مع بعضهم وفرقوهم بورقه ولا بالنيلون ولا. شوفوا هنا اكتفيت بالماء ونحطها في البورطمونجي. كيما قلت لكم تقدروا تخبيوها في الكونجيلاتور في بورطمونجي باه ما تكسر لكمش. انا نروليها ولا نخبيها هكاك محلوله ونحطها في بورطمونجي في الكونجيلاتور، ولا كل يوم هكا نطيب. انا نفضل يعني كل يوم نطيب الكميه اللي نحتاجها. شوفوا تصلح للمملحات، تصلح للبوراك الرنه، وتجي مقرمشه ما شاء الله. يعني تجي واحده القرمشه ما شاء الله. شوفوا هنا راني جبت الكميه اللي نحتاجها برك. شوفوا هنا راهي ماشي هذيك الكميه كامله اللي خبيتها، جبت الكميه اللي نحتاجها برك. سخنت الكريبيير تاعي، لكن لصقت لكم امسحوها بالزيت نبل يدي نهزها باينه، يعني نار تكون دليله، ديروا النار دليله. لا شتوها ما تلصق لكمش في الكريبيير هذه الاولى شوي ما جاتش مليحه. العجينه ما نخلطهاش مع العجينه اللي حنزيد نخدم بها، نحطها هنايا تزيد ترتاح شويه. وهنا كيما قلت لكم هذه الاولى راه ما جاتش مليحه كيما نحوس عليها. لا شتوها تلصق ديروا قطرات برك تاع زيت ومسحوا بالبابي سويتو. المقله هذه راهي الله يبارك والله بالك واحد 10 سنين ما شفيتش، عندها بزاف هي عندي وشريتها. مش هذيك لا كاليتي هذيك اللي يعني هذوك الغاليين بزاف، بصح نفعتني. كيما قلت لهم اول حاجه يعني نشريها وترد صواردها وبزياده.
على خاطر كاينين حوايج خصنا نشريوهم ما نستعملهمش بزاف ويفسدوا لنا. شوفوا حتى نشوفها الحواشي طارت وحدها الحواشي نولي نحي. وشوفوا الكريبير باه ما تفسدلكمش، ما تحكوها بهذاك الخزم تاع الحديد، ما تقيسوها بالموس هكا تجرحوها، لازم تبقى هكا ملسه. شوفوا انا خدمت فيها حتى القطايف، الشعره تاع القطيف خدمتها حتى في هاد الكريبير قبل ما نشري الطاجين هذاك اللي كبير شويه. نهز الكميه اللي نحتاجها، نحط فوق النار، كان شتوها ما صلحتلكمش نحيو من النار وديروا. شوفوا على قلت لكم لازم تكون شويه جاريه على تاع السنيوه، على خاطر نحط لاباط ونبقى ندور هكا بيدي، مش كي تاع السنيوه خي نخبطو هكا نخبطو كيش ما لقيتو هكا نقب ولا سدو هكا برك بالعجينه هذيك شويه اللي تبقى لاصقه في صوابعكم. شوفوا كيما راني ندير. تقدروا تخدموها هذه وتبيعوها كيما قلت لكم، تقدروا يعني تخدموها غير لوليداتكم. مهم راهي تجي واحد القرمشه حتى يبات هذاك البوراك ويبقى مقرمش، مش كيما تاع الفارينه يطراو. وخوي يعني هاك شتو كامل تاع الفارينه هذوك ساعات نشريوهم، ساعات تلقاوهم هذيك الريحه فيهم، ساعات تلقاوهم زراقو. شوفوا كيفاه الطير، شوفوا الله يبارك، شوفوا كيفاه جات، شوفوا بسم الله ما شاء الله. دارت لي كميه الله يبارك، يعني درت كيما قلت لكم قداه يوم وانا ندير في البوراك، كنا صايمين قداه يوم وانا نخدم في البوراك. ان شاء الله تجربوها بطريقتي، راهي طريقه سهله ويعني ماهيش مكلفه. وراق البوراك ما مش مكلفين، كميه صغيره تاع دقيق وانتم درتوا الخير والبركه. واللي جربتها تخلي لي في التعليقات كيما مالفين.